كم مرة بدأت بحاجة وانت حاسس انها هتغير حياتك وبعدين لقيت نفسك راجع لنقطة الصفر؟ هقولك حاجة يمكن تسمعها لأول مرة. اللي موقفك دلوقتي مش انك مش قادر، اللي موقفك هو انك مش فاهم ليه دايما بتقف. عارف اللحظة اللي بتبدأ فيها أي حاجة بحماس؟ كورس، عادة جديدة، مشروع، جيم، وتقول لنفسك المرة دي مش هبطل. أنا لقيت نفسي، بس بعد أسبوعين كل حاجة بتقع والحماس بيتبخر، وترجع تسأل نفسك السؤال اللي تعبك: أنا مشكلتي مش في إني أبدأ، مشكلتي في إني أكمل، في الاستمرارية. بس النهاردة هنفهم مع بعض ليه بتعمل كده، وإزاي تكسر الدايرة دي من غير ما تضيع سنين من عمرك. ليه دايما بنقف وما نكملش؟ اللي موقفك مش الكسل، انت مش لوحدك. في حاجة جوانا كبشر بتحب البداية أكتر من الطريق. بنحب نحس إننا بنبدأ حياة جديدة، بس بنخاف نكمل فيها. عارف ليه؟ لأن البداية فيها أمل، فيها خيال، فيها الصورة اللي نفسك تبقى فيها. بس أول ما الطريق يبان إنه طويل، دماغك تقولك مش يمكن في طريق أسهل، وتسيب هدفك وتبدأ من جديد وتفضل تلف في نفس الدايرة. المشكلة مش في إنك بدأت، المشكلة إنك كنت فاكر إن التغيير هيجي من غير ما تدفع ثمنه. كل مرة نفس السيناريو: تبدأ كورس، تتحمس، وأول ما الفيديو يطول وتمل تسيبه. تبدأ جيم، تتخيل جسمك في المراية وتتعب من أول تمرين وتبطل. تبدأ مشروع، تحلم بالحرية وتهرب من أول عقبة. تبدأ تكتب، تتخيل الناس بتسقف لك وتسيبها أول ما تعجز. الخلاصة: دماغك بتحب فكرة النجاح قوي، بس بتكره طريقه. طيب إيه الحل؟ حلين. أول حاجة: ابدأ صح وامشي براحتك. في فرق كبير بين إنك تبدأ وإنك تبدأ صح. ناس كتير بتدخل على أهدافها بحماس، بس الحماس عمره ما كان كفاية. اللي بيكمل هو اللي بيبدأ عشان فعلا عايز، مش لمجرد تقليد لنجاحات غيرك. اختار حاجة واحدة بس وابدأ بأبسط خطوة ممكنة. مش لازم تعمل إنجاز، كفاية إنك تظهر كل يوم. امشي على مهلك، ما تقارنش نفسك بحد ولا تستعجل النتائج. كل مرة بتكمل وإنت مش في مزاجك، إنت بتبني عادة وبتثبت لنفسك إنك تقدر. تاني حاجة: كل يوم أمانة في رقبتك. انت كل يوم بتصحى بنسخة جديدة منك، بس اللي حصل امبارح لسه في رقبتك، واللي جاي بكرة مستنيك تسيب له حاجة يمشي عليها. فكر كده، لو نفسك اللي جاية صحيت هتلاقيك سايب لها خطوة ولا كركبة ومهام متأجلة. خليك طيب مع نفسك اللي جاية، سيب لها حتى خطوة صغيرة تمشي عليها، مش فوضى تهرب منها. الوقوع مش المشكلة، الاستسلام هو المشكلة. قوم بسرعة وسامح نفسك وكمل. انت مش بتبني بس لحظة، انت بتبني شخص، نسخة منك هتشوف النور لو اديتها فرصة. كل يوم هو فرصة بسيطة ابني طوبة في طريقك، فإما تحطها صح أو تسيبها حفرة لنسختك اللي جاية. ولما تقول الطريق طويل، افتكر هدف قديم سبته واسأل نفسك: لو كنت كملت خطوة كل يوم كنت بقيت فين دلوقتي؟ الخلاصة: اللي بيكمل مش دايما بيكون جاهز، بس دايما بيختار يكمل خطوة. مش لازم تبقى جاهز